مش عارفة أشرب مية. وده اللي بيحصل معايا لما بسافر لوحدي. مطار الدوحة الدولي خلاص خلصت اجازتي مع اهلي، وخلاص كده راجع روسيا تاني للدراسة. انا خلاص ودعت اهلي وعديت الجوازات، وصلنا عند البند الاصفر ده اللي مشهور جدا في مطار الدوحة الدولي، وبدور دلوقتي على البوابة. بوابتي كانت ايه اكتر لحظة ما بحبهاش في حياتي هي اللي انا اودع اهلي فيها وارجع تاني لروسيا للدراسة. بكون عايزة الأجازة ما تخلص، بس لازم نضحي علشان نكون حاجة كويسة قدام، فلازم نضحي. وهنا نعدت الأسواق الحرة اللي بتكون موجودة في كل المطارات، كل خطوة بيكون فيها يافطة مكتوب فيها الجيت من أنهي ناحية. مش فيها الحماس زي كل مرة. المرة دي مفيش حماس، زيرو حماس. خلاص وصلت الجيت A. هنا بوابتي كانت A6، وكنت بدور على A6. الحماس عندي خلاص راح علشان انا لسه مودعه اهلي ومحبش لحظه الوداع دي خالص. خلاص قعدت في الجيت ومستنيه الطياره بتاعتي. كانت مصر للطيران، كنت رايحه مصر عشان عندي ترانزيت في مصر. هنزل مصر الاول وبعد كده من مصر هروح لمصر. الجيت بتاعتي فتحت خلاص ورايحين في طريقنا الى الطياره. انا بجد ما كنتش متحمسه، انا كنت زعلانه عشان انا اول مره انزل مصر وانا مش نازله مصر، انتوا فاهمين؟ يعني رايحه مصر وانا مش رايحه مصر، رايحه ترانزيت. فبجد الموضوع كان حزن، منتهى الحزن. وده ممر السعادة اللي الناس كلها بتسميه ممر السعادة علشان خلاص بيسافروا دولة تانية. كل اللي كانوا موجودين على الطيارة كان كلهم مصريين، كلهم نازلين أجازة يشوفوا أهلهم، ما عدا أنا الوحيدة المصرية اللي مش رايحة مصر. شوف بقى في مكاني في الطيارة مكتوب على التذكرة 38 بي، مكتوب فوق كده رقم المقعد وبي واف ودي وكده. يعني هنا حظي النحس اللي انا طلعت قاعدة في النص، ما كنتش قاعدة جنب الشباك للأسف. وخلاص كده خلاص قعدت وظبطت الشنط حطيتها فوق، وزي ما انتوا شايفين الطياره مليانه ما شاء الله، ناس كتير نازله اجازه. وكنت قاعده ومستقيصه وخلصت حاجتي وانا بقى بتصور. لاحظت ان عمو اللي ورايا كان مركز معايا قوي يعني، فمش عارفه هو مركز معايا كده ليه بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا كنتش واخده بالي، بس انا لما خدت بالي حرفيا انا كنت كاتمه الضحك بالعافيه كنت اموت واضحك بجد. وصلت مصر بالسلامة، كان بجد شعور حلو جدا. كنت مبسوطة ان انا في مصر. عارفين انتوا احساس الانتماء اللي انتوا رجعتوا لبلدكم تاني؟ كان هو ده. انا كنت شايفة المطار من بره كان شكله حلو قوي. المكان ده ليه ذكريات كتير قوي معايا. كان بكون مثلا انزل خلاص نزلت وصلت مصر واهلي بيكونوا مستنييني بره عشان ياخدوني ونروح. بجد شعور منتهى الحزن بجد. المهم دلوقتي بدور على البوابه بتاعتي. البوابه بتاعتي كانت اي، واتفاجئت ان فوق كان في متحف. انا بجد كان اول مره اشوفه. بوصل المطار ما بيكونش عندي وقت ان انا الف فيه زي كده يعني. هنا كنت بشوف الرحله بتاعتي على الشاشه موسكو اون تايم. ندور بقى على البوابة رقم اي. انا كنت اوريدي لقيتها، كانت اي اهو. كانت بوابتي كانت اي 5. كان لسه فاضل ساعة، فخدت بقى جولة وقعدت اتصور شوية وبعدين رحت الجيت. ركبت الطيارة اللي رايحة من مصر لموسكو، وهنا كان الأكل نزل. كان فراخ وخضار ورز، وطبعا الحاجات الجانبية فينو سلطة كيكة بالشوكولاتة. كانوا شغالين على الشاشة أبطال التايتنز قعدت أتفرج على الكرتون لحد ما الطيارة تعمل لاندنج. وأخيرا بعد 5 ساعات وصلت موسكو بالسلامة. خلاص أنا كنت حرفيا تعبانة جدا. خلاص نزلت من الطيارة وخلاص رايحين ناحية الخروج. وطبعا هنعدي على الجوازات الأول وبعدين يختموا في الجواز وبعد كده هنروح للشنط. من أوحش الحاجات اللي أنا مبحبهاش لما أجي أسافر هو إن أنا شايلة مسؤولياتي لوحدي والشنط لوحدي وكل حاجة بجيبها لوحدي. جريت شنطتين بحالهم، شنطتين تقال بمعنى الكلمة. أنا حرفيا دراعي أنا مش حاسة بيه. أنا مش قادرة أرفع دراعي، مش قادرة حتى أشرب إزازة المية، مش قادرة. دراعي الحتة دي كلها ماتت. مش قادرة أرفع إيدي، أنا ما تترعش من كتر ما أنا شايلة حاجات كتيرة تقيلة. مش قادرة، مش عارفة أشرب مية. أخيرا وصلت مكان القطر اللي هركبه من المطار لحد محطة القطر.
اللي هركبها عشان اوصل المدينة بتاعتي. بس بعد مرمطة بعد شنط كتيرة قعدت اجرها، ما كانش في وقت، كان فاضلي بالظبط ساعة على القطر بتاعي علشان اوصل المدينة بتاعتي، فكان لازم اجري بسرعة. هنا دخلت القطر اخيرا، قعدت اخيرا استريح من الشنط اللي قعدت اجرها كتير. والحمد لله ان القطر ده سريع، مش بياخد بس غير 45 دقيقة عشان اوصل محطة القطر. كنت بدأ ان انا اوصل في الوقت عشان القطر ما يفوتنيش. الحمد لله ان انا وصلت على الوقت، وكمان وصلت بدري كمان ربع ساعة بالظبط، فكان عندي وقت اعمل فيه كل حاجة. ده محطة القطر اللي انا هركب منها من موسكو لساراتوف. القطر كان لسه ما جاش، وكنت بشوف دلوقتي هو هيقف في انهي مكان بالظبط عشان نروح على طول. الحمد لله دخلت القطر، والحمد لله حطيت الشنط وكل حاجة تمام، وعملت سريري. خلاص جه وقت الراحة كده، انا مستريحة. طلعت بقى الكتاب بتاعي اللي انا بقرا فيه. فيا لسه قدامي بتاع 16 ساعة بالظبط عشان اوصل ساراتوف، المكان اللي انا بدرس فيه وفي الجامعة بتاعتي. وبجد كنت خلاص. وده كان منظر موسكو يا جدعان من الشباك بتاع القطر. بجد حاجة تسحر الواحد كده، حاجة تحفة بجد. موسكو بالليل حاجة تانية. ده يا جدعان استقول لكم ان ده قطر نوم، بيبقى عبارة عن سريرين، 2 فوق و2 تحت، وواحد في الوش وواحد بردك فوق. هنا كنت بقولكم ان انا خلاص استعديت خلاص، ان نور القطر خلاص طفى عشان الناس تعرف تنام. وزي ما انتوا عارفين انا كنت تعبانه جدا، فما قدرتش ونمت الطريق كله تقريبا. صحيت تاني يوم بقى. هنا انا صحيت الصبح كان لسه فاضل تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات. هنا هوريكم بقى الحمام عامل ازاي. بيكون زي فيه 2 حمامين. هنا لقيت الحمام ده مشغول، كان فيه حد، والحمام التاني كان فاضي دخلته. وهنا بيبقى عبارة بالظبط زي الحمام بتاع الطيارة بالظبط، مفيش فرق خالص غير بس حاجات بسيطة. هنا قفلت الباب، اتأكدت انه مقفول. وانا كنت بوريكم الحمام كان عامل ازاي. هو بالظبط نفس حمام الطيارة، مفيش فرق كتير. بس انا استغربت من حاجة واحدة جماعة، في شطافة. انا بجد مصدومة. معروف في اوروبا عامة في اي دولة اجنبية ما فيهاش شطافة خالص. انا صدمت ان موجود في الحمام شطافة، فدي حاجة حلوة على فكرة يعني. مهم هنا بعد ما حد بيخلص الحمام بيدوس هنا، فبيشفط الحاجات برضه نفس الطيارة بالظبط، مفيش اي فرق خالص. هي يعتبر كأنك راكب طيارة يعني، بس الفرق ان دي قطر وبس. الحمام كان نضيف جدا وكان حلو جدا، وبجد مفهوش ولا غلطة. انا خلاص هنا خرجت. ونفس الكلام بالظبط بردك، الباب لازم تدوس على الزرار عشان خاطر يفتح. وكله كان نايم حرفيا، كان لسه الوقت بدري. انا صحيت بدري بس عشان كنت نايمة الطريق كله، فكان لسه بقى عندي وقت حوالي 3 ساعات ولا حاجة عقبال ما اوصل. هنا بقى كنت خلاص صحيوا الناس، وابتدينا بقى فاضل يعتبر ساعة ونوصل. قعدت اقرا شوية واتفرج شوية على الفيو لحد ما اوصل. وصلت اخيرا ساراتوف بالسلامة. بس نرجع لمشكلتنا الاساسية نفس كل مرة، وهي الشنط. هنا يا جماعة السرير بيبقى فيه زرار بتدوس عليه بيفتح، بيطلع لفوق السرير، ويكون عندك مساحة كافية ان انت تحرك الشنط وقت ما تحب زي ما تحب، من غير ما اي عائق يكون قدامك. هنا طبعا كالعادة بعمل كل حاجتي لنفسي، كل حاجتي لوحدي. فطلعت الشنط، وطبعا مش هعرف اطلع شنطتين مع بعض، فلازم اسيب واحدة واطلع واحدة ارجع تاني اخد واحدة. فكان حرفيا بهدلة بجد. هنا طلعت شنطة ورجعت تاني نفس المكان بتاعي عشان اخد بقية الشنط، عشان بجد يعني صعب اطلع بيهم هما الاتنين، مش هعرف خالص اتحكم باي حاجة، خصوصا الشنط كبيرة مش صغيرة. هنا طبعا كله بيخرج، وده القطر من جوه كان شكله كله نفس بعضه، كله زي بعضه. هنا جيت اخد الحاجة عشان خاطر اطلع، وكالعادة الشنطة لازم تعصلك معايا. ما تمشيش كده لله، لا طبعا لازم تعصلك معايا، وما تمشيش عادي، لازم اي حاجة تكون فيها كده. هنا قعدت اظبطها عشان خاطر اعرف اتحرك بيها وامشي، والحمد لله اهي مشيت الحمد لله. خرجت من القطر بالسلامة الحمد لله. ياه ده انا خدت شوط عالي جدا اقسم بالله. وطلعت من برا المحطة الحمد لله. وصلت يا جماعة ساراتوف اخيرا، او مش مصدقة. مش مصدقة. ده كان شكل محطة القطر اللي انا جيت منها. طلبت تاكسي طبعا، الحمد لله كتر خير الراجل كان حط لي الشنط. ده الحمد لله لقيت حد يحط لي الشنط اصلا. ركبت التاكسي عشان خاطر اوصل السكن ما كانش بعيد، حوالي تقريبا بالظبط 20 دقيقة او 30 دقيقة بالكتير، فما خدناش وقت كتير بالتاكسي، بيكون اقل. فالحمد لله يعني ان هو الامور مشيت الحمد لله. وصلت بالسلامة وشلت كل حاجتي
وصلت بخير الحمد لله. انا وصلت السكن اخيرا، وكمان كتر خير عمو تاني مره نزل لي الشنط من التاكسي. ده اللي كان ناقص الصراحه، يعني انا رحت الشنط كمان في التاكسي. الحمد لله يا جماعه وصلت السكن اخيرا، وفاضل بس اطلع الاوضه وبس كده. خلاص كده جولتنا السفر خلصت على خير. قولولي رأيكم في الكومنتس، واستنى تقولولي هتعملوا ايه لو كنتوا مكاني.